البقيه في حياتك يا مشتاق بيه. متشكر. شد حيلك يا مشتاق بيه. متشكر. عز علينا فراق الوالد. متشكر. كلنا لها يا مشتاق بيه. عقبال الاولاد. متشكر. سعداوي تروح دلوقتي حالا لاعلانات الوفيات في الثلاث جرايد، تصحح لي النعي وتكتب: والفقيد والد عبده مشتاق الذي يهنئ ويبايع. معلش يا مشتاق، ما تعملش في نفسك كده، الموت علينا حق. حاسس في نفسي قوي انه مات قبل ما يشوفني قاعد على كرسي الوزاره. يا حبيبي يا بابا. يا حبيبه يا بابا. وبعدين معاك يا مشتاق لازم تتماسك، ده كاس وداير على الجميع. وكل واحد بتيجي بحطته بينزل، بس هو نزل قبل ما يفرح بابنه الوحيد حبيبه. حبيبه. معلش، ربنا يجعله آخر الأحزان. وبعد الحزن بتيجي البشارة، مش كده؟ حد فيكم يرن وانا اغير وانساه على طول. حد فيكم يرن. فكيها بقى يا بيه، ده الحزن يعلم البكي والفرح يعلم الزغارير. مش جاية معايا. طب ايه قولك بقى يا بيه انني جاي من البلد خصوصي لاجل عزي وهني. تهني بايه يا هنداوي؟ اهني بايه؟ ده انا جايب لك البشاره يا بيه. تصدق بالله يا بيه ولا ليك عليا يمين، كلتنا في كفر الهندوي فرحانين فرحه الهبله اللي مسكوها طبله لما عرفنا ان سعادتك هتبقى وزير. وعرفت ازاي يا هنداوي؟ اوعى تعمل زي عبد العزيز سكرتير كمبوره وتقول لي ان جالكم تليفون غلط في البلد بيسالوا على اسمي الثلاثي. لا 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 يا بيه، عبد العزيز ايه وكمبوره ايه؟ دي ناس فاضيه. احنا رحنا للشيخه زاهيه قلنا لها افتحي لنا المندل لاجل ما نعرف مين الوزير اللي جاي. وعلى طول يا بيه الشيخه زاهيه راحت عامله بالبخور بخرت وراحت حاطه لي المنديل على راسي كده وراحت مديالي الفنجان ابص فيه. شفت ايه؟ شفت ايه يا هنداوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا بيه، الفنجان وسع وزهزه ونور. وبسم الله الرحمن الرحيم شفت الخادم بتاع الفنجان رش ميه ورش الكراسي. وشفتك. ايوه شفتك يا بيه. ايوه انا فين؟ اهو يا بيه قدامي اهو ماسك خرطوم طويل وبترش ميه قدام المكتب. قلت اكيد البيه بتاعنا هيبقى وزير الري. وشويه يا بيه وزلموكه سودة دخلت علينا نمرتها 3 بتاعتي. ايوه يا بيه طبعا بتاعتك. وقدامها موتوسيكل يا بيه ونزل من العربيه راجل فخيم باين عليه النعمه. انا يا هنداوي. طبعا يا بيه، بسم الله ما شاء الله عليك. طبعا يا بيه، يا رب تنول المراد يا رب وينولك اللي في بالك ويجعله عامر. هنداوي الزلموكه السوداء كان الابلاتين بتاعها لادع يا بيه قدام عينه اهو لادع. بتاعتي يبقى انا اخيرا نلتها يا مشتاق. وبعدين خايف ادخل الحمام يطلبوني، انا لازم اغير النظام كله. هعمل حمام جنب التليفون هنا، وهنا التلاجة عشان تحط فيها الأكل والشرب وكل حاجة، وهنا الدولاب عشان تحط فيه الهدوم، وهنا السرير عشان تنام عليه، وأنا أروح أقعد عند ماما عيشة تجنن. استني يا أم الأولاد، اصبري شوية. هانت يا ساتر، كل ده عشان ما صيفتيش السنة دي؟ السنة دي بس؟ احنا بقالنا 10 سنين محبوسين في الفيلا عيشة تجنن. استني، كلها كام يوم
وهيحصل ان شاء الله، وساعتها هنصيف في الساحل الشمالي او نشوف الزميل وزير الاسكان هيودينا فين. عقبال ما العمشه تتكحل يكون السوق خرب، عيشه تجنن. لا لا، دي الفاظ لا تليق بامراه وزير. اطلعي بره الجسد. تحت امرك يا فندم. لا يا فندم، تشريف وتكليف. حياتك الباقيه وحياتك الباقيه. ما خلاص انا مش زعلان علشانه. تصدق يا زيزو، الحالة مقشفرة معايا أوي اليومين دول، والجنة شحة من السوق، وطاسة نافوخي ساحت خلاص من الفلس. هل يا ترى أنت ترى إني أفك الوديعة ولا نشغل المخيخ؟ لا، نشغل المخيخ يا كمبورة بيه. انت تأمرني وانا رهن اشارتك. يا أخي الواد اللي اسمه عبده مشتاق ده مخه لاسع خالص على الوزارة، هيتجنن على الوزارة. ايه رأيك لو تاخد مشوار لغاية عنده وتفقعوا بقين اللي هم بقين هجس يعني، ويقبج معاك؟ بس اهجس اقول له ايه؟ ايه تقول له ايه يا اخي؟ انت لا يستفاد منك. يا ساتر يا رب، بقالك معايا 20 سنة بتشتغل، عمرك ما شغلت الطاسة بتاعتك القديمة. اشغلها يا كمبورة بيه. لقيتها. انا جات لي فكرة عبقرية. مين اللي قال لعبده مشتاق ان مكتب التنسيق بيوزع الوزارة؟ يا اختي جنبي يا دكتور، جنبي. على فكرة لازم الحكومة تطبق قانون حظر التجول في الافراح، سميه عدول ولا ارهابيين. على فكرة يا دكتور انا خلاص ما عادش ينفع لي مستقبل في البلد دي، وعلى رأي الشاعر احمد شوقي لما قال انما الامم الاخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بسيطة إن شاء الله. قول يا سلام. أيوة عناية يا باشتمرلي. اتفضل. ده أنا هقولها لك وبمزاج. طب بنجني الاول، بنجني جنني هجنني.